هاي حبايبي، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو لليوم مثل ما عم تشوفوا فيديو اليوم مع جنى. السلام عليكم. على شو رح نحكي اليوم؟ اليوم قررت أنا وجنى بما أنه كل الناس عم تحكي عن حفل جوي أواردز، كمان نحن قررنا أنه نحكي عنه. يخرب بيتك، ليش هيك انتي مثل الصنم؟ شو بتريديني سوي؟ قوم أرقص مثلا؟ تفاعلي شوي، تفاعلي. يلا رح نعيدها. يلا اليوم قررنا أنا وجنى نعمل حلقة عن جوي أواردز. وبهي الحلقة رح نقيم الإطلالات والأجواء تبع الحفل. ليش؟ شو أنتي خبيرة في الموضة والحفلات؟ أكيد أنا ماني أهل للتقييم، ولكن نقول رأينا من منظورنا الشخصي، يعني كأذواق. بالأخير الأذواق تختلف، مو هيك؟ إيه أكيد. يلا لكن رح نبدأ أول شي بالإطلالات. واو، ما شاء الله. كثير حلوين الصراحة، ما شاء الله، خاصة هاي البنت يلي شعرها قصير، فخامة. هديك اسمها عزة سليمان، هي من تونس. عن جد كثير كثير حلوة، إطلالتها، وقفتها، كاريزما، حضور، شعرها. إيه والله ما شاء الله. عن جد هي عزة اكتشاف، كل العالم العربي عم يحكوا عنها، وتكلمت 3 لغات، عربي وإنجليزي وفرنسي. بونجور، كومون سافا؟ تري تري بيان ميرسي. رح أعطيهم الاثنين 10/10، كثير حلوين الصراحة، كثير. جميلة. أيوة حلوة ما شاء الله. أنا عجبتني الصراحة الإطلالة، كثير هيك بسيطة، يعني تصميم الفستان بسيط، ولكن ألوان تبعه خلته يكون هيك فخم وأنيق، مع شعره كمان تركته هيك مثل ما هو. بحب فيها درة زروق إنها تحب كثير البساطة وبتلبق إلها. إيه والله وأنا بحبها كثير، بنات تونس أبدعوا بالحفل الصراحة. نحن بنحبكم برشا برشا. واو واو روعة. ايه ياسمين، ايه الشياكة دي والحلاوة دي؟ إيه والله الإطلالة حلوة كتير، الفستان، الشعر، الإكسسوار، حلوة الصراحة، أنا أعطيها 10/10. بصي انتي زي القمر. إيه والله يا بنت مصر. هي أنغام أنا كتير بحبها الصراحة. الفستان مو كثير كثير هيك لما يشوفوا الواحد بيقول واو. شو قصدك؟ ليش عم تشيري لي لإلي؟ قصدي إنه أنتي ما بتعرفي تلبسي مثلي بالحفلات، أنا هيك خبيرة بالموضة. شو؟ مفكرة حالك المصمم اللي صعب وعلى أي حفلات عم تحكي انتي ما بتروحي بس على أعراس، وخلينا ساكتين ما نحكي على إطلالتك أحسن لأنه رح نجيب العيد. ليش هيك الفضايح؟ ليش؟ شو نسيتي إنه أنا امبارح قلت لهم إني كنت بحفل كبير؟ وانتي ليش الكذب؟ هي رح قصة بالمونتاج. يلا رح كمل من وين وقفت. بحسه يعني مستهلك، يعني شفنا منه قبل، بس شعراتها كتير حلوين، كمان اكسسواراتها. شو ما رح تقولي شي؟ ليش؟ تركتي لي شي يقولوا؟ تعالي كمان نكمل مع مصر ونشوف تيمو شو عمل. مين هاد تيمو؟ تامر حسني، شو ما بتعرفيه؟ اسمه تيمو. أكيد بعرفوه، شو مين ما بيعرفوه، بس هاي تيمو جديدة علي الصراحة. تيمو عم بيطير؟ ايه والله فظيع. أيوة هو ده. ايوه ما تقول من الاول يا عم. ايه 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 ايه. اوه واو، نيلي كريم كثير حلوة ما شاء الله. يا مجودة عم يصفق كمان. زعلت. طب معلش لا ما تقفش. طيب عادي. احفظيها أول بعدين غنيها. برافو. برافو. عن جد يا تيمو، يا بخت مصر فيك. ما شاء الله عليه هذا الفنان، أنا بحبه كثير كثير لأنه إنسان محبوب ومتواضع، واجتمعوا كل الناس على حبه. إيه والله صح، مين منا ما بيحبه، خاصة هضمته ما في منها. والشي الجميل فيه إنه دايما بفكر خارج الصندوق، ودايما بفاجئنا، ودايما بنتفاجأ. أفواري أكتر. يعلم. عن جد كان العرض كتير حلو، واختياره للفنانة نيلي كريم كان كتير موفق. إيه والله صح،
بنحبك كثير يا تيمو. تيمو. الله الله. ولا عايز يلا هلأ رح نروح على لبنان، ولما نقول لبنان أكيد بنقول الملك وائل الكفوري، الفنان اللي ما رح يتكرر أبدا أبدا أبدا. Legendary Wael Kafuri. يا الله جماله مش طبيعي. يا ملك يا ملك طل، اشتقنا لك واشتاق الكل، مسرح إلك رح نسمعك وللصبح معك منضل. اخرسي، صوتك شي بموت. لا تفكري تغني بحياتك. أيوة. أيوة قول قول يا ملك. حلوين. وين رح صوته لزلمي؟ برافو. برافو. عن جد يا هيك الصوت يا بلا. شو بدي أقول لأقول، صوت، حضور، كاريزما. عن جد لما غنى وائل غطى على صوت مايكل تغطية كاملة، يعني هيك أكلوا بلا ملح. أي والله صح، عن جد الصوت العربي ما بينافسه، ولا صوت غربي الصراحة. We love you Wael. وائل، نحن بنحبك كثير. افواري اكتر. نعلم. خلينا هيك نكمل مع لبنان ونشوف. إطلالة سيرين عبد النور. واو. ما شاء الله، عن جد واو. إطلالة سيرين عبد النور كلها فخامة. ما شاء الله، دايما إطلالتها حلوة. واو. عن جد توبة لا كلاس، طبيعية 100%، لا نافخة ولا شافطة ولا إبر، حتى أسنانها مثل ما هن ما غيرت فيهم شي. عن جد كتير كتير حلوة هي المرة. شو عم تعملوا انتوا الاثنين؟ عم نصور فيديو أنا وجنى، عم نقيم إطلالات المشاهير والحفلة وهيك. شو رأيك نعمل حلقة نقيم فيها غرفتك وكركبتها؟ مو أحسن؟ إي والله فكرة حلوة.